بيبدأ فيلم النهارده في نص القرن ال17 وأواخر القرن ال18، وبنروح على بلد اسمها أويو. وكان مجلس الحكم بيعين واحد باشورون زعيم للبلاد، والبلاد دي معرفتش باشورون أشد ولا أقوى من جاه. وفي الوقت ده كان جه مستعد لحرب كبيرة على مملكة نوبة، وكان معاه أولاده الأقوياء. وبيسأل القائد أرو ملك النوبة لو هيستسلم، وبيرد عليه إنه مش هيسيب أرضه وهيحارب، وبيدي جه أوامر ببدء الحرب. وبتبدأ حرب كبيرة وقوية، وكان اللي متفوق فيها جيش أويو، وكان جه بيحارب معاهم بنفسه، وبينتصروا عليهم وبيدمروهم كلهم. وبيفضل الملك بتاعهم وبياخدوه عند جاه، وبيخلص عليه ابنه بالسيف. وبنعرف ان ابن جاه الصغير ايمي كان ضعيف ومالوش في الحرب والقتال. وبيقول جاه للقائد ان الملك هيفرح جدا بالنصر العظيم ده، وان هو اللي هيبلغه بالنصر ده بنفسه. وكان جاه مغرور جدا، وبيأمر القائد يرجع على قريته، ولما يعوزه هيبعت له. وكان القائد أرو زعلان، وبيكلف ابنه أولا يروح على قصر الملك المهزوم وياخد العبيد والغنايم. وبيرجع جو الجيش على أويو، وكانوا بيهتفوا باسمه، والبلد كلها كانت فرحانة. وبيروح اخو جاه الصغير عشان يبارك له، وبيمنعه ابنه انستو، وبيقول له ان هو على طول سكران وانه ملوش لازمه، وبيزعق له. وبعد كام يوم وكان اولا جاب العبيد من قصر الملك، وكان بينهم واحد ضخم جدا وكان الحارس الشخصي بتاع الملك، وبيقول لهم جنهم يبيعوه في السوق. وكان في جاريه تانية وبيختارها اولا عشان تخدم مراته، وبيقول جه لا وان هو اللي هياخدها ليه، واداهم اوامر انهم ياخدوها على اوضته. وبيدخل الليل وبياخدوا الجاريه وبيودوها عنده، وبتدخل عليه وكانت خايفه، وبيسالها عن اسمها وبتقول له زينب. وكان بيعاملها وحش جدا، وبيقول لها انها تاكل، وكانت جعانه جدا وبقالها 3 ايام ما اكلتش. ولما قال لها انها بقت ملكه، قالت له ان جسمها بس اللي ملكه لكن قلبها لا. وبيقول لها ان هو مش عايز قلبها، وبتقول له ان هما كده اتفقوا. وبيتضايق عليها وبيقول لها مفيش اتفاق وانها مجرد جاريه، وقالت له انه هيحتاج قلبها ولازم يبقى جدير بيه. وبيتضايق اكتر وبيطردها بره الاوضه. وفي نص الليل بيوصل عنده المشعوذ والساحر بتاعه، وبيطلع بيه على بره، وكان بيحضر له خدام القوه عشان الشعب والكل يبقى في خدمه جاه. وبيقول له الساحر ان هو بقى اله، وان هو الفيل المطاع. وبعد فتره بيموت الملك، وبيروح جه على مجلس الحكم، وكانوا 6 وجاه كان السابع بتاعهم ورئيسهم. وكانوا هما اللي بيختاروا الملك الجديد، ولازم كلهم يكونوا موافقين عليه. وبيختار المجلس ملك، لكن جه بيرفض. وبيروح اعضاء المجلس عند ولي العهد، وبيقول لهم ان هو اللي خلى جه باشورون، وانهم لازم يستدعوه عندهم حالا. وبيقول له الحكيم ان هو هيرفض يجي على القصر، وانهم يبعتوا 2 من الحكمه يتفقوا معاه ويخلصوا الموضوع. وبنروح عند جاه، وكانوا بيحتفلوا بعيد قرون، وده كان اول عيد ليه وهو باشورون. وبيأمر جن كل ولي عهد على بلد يرجع منها، وانه هيعين اخواته وولاده مكانهم. وبالفعل بيعين اخوه الصغير واولاده الاتنين على البلاد اللي تحت حكمهم. وبيروح عند اخوه اللي كان بيشرب، وبيطلب منه ان هو ياخد منصب. وبيضربه جاه وبيقول له ان هو مجنون، وان اخره يشرب ويلعب. وبيهنه وبيقول له يقعد مع الاطفال. وبيبلغوا جاب الوفد بتاع مجلس الحكمه، وبيروحوا عنده وبيعرفوه انهم جايبين له رساله من ولي العهد، وان الرساله بتقول انهم لازم يتوجوا الملك النهارده. وبيقول جنهم مش لازم يستعجلوا. وبيرد الحكيم ان قرارات الملك مش مطروحه للمناقشه، وانهم لازم ينفذوا حالا. وبيقول لهم جنه مش ناسي ابدا اللي عمله معاه ولي العهد، وبيرجع بالذاكره وهو صغير في السن. وكان بيلوم ولي العهد ان هو دخل السوق بسرعه وكان متهور، وان ولي العهد زعق معاه وقال له ازاي يكلمه بالطريقه دي، وطلب منه ان هو يركع ويعتذر. ولما بيرفض امر الجنود انهم يعتقلوه، وفي وسط القريه وحكم عليه بالجلد. واهالي القريه كانوا فرحانين وبيضحكوا، وكان اخوه الصغير زعلان عليه وبيعيط. وبيرجع من الماضي وبيقول ان التتويج هيبقى بمزاجه، وبيقتل الحكيم الاول والتاني، وبيتوسل للحكيم التالت وبيقول ان في عهد بينهم. وقال له جن هو اللي جاب الضباع دي لحد بيته وعيلته، وانه هيسامحه ودي تبقى اخر مره، وانه يوصل رساله لولي العهد. والرساله بتقول ان ولي العهد لازم ينتحر. وبيروح عنده الحكيم وبيقول له انه لازم ينفذ، وان آلهة الارض بترفض حكمه. وبيوافق الملك على الحكم، وبيقول لعنتي هتحل على جو ولاده، ومش هيدوق طعم الراحه والسكينه طول عمره. وبيشرب السم وبيموت ولي العهد. وبيجيب المشعوذ خبر موت ولي العهد وبيبلغ جاه، وكان مبسوط جدا من الخبر. وبتروح زينب عنده وكان لسه غضبان عليها، وبيطلب منها انها تساعده في قلع هدومه. وتاني يوم الصبح وكان اولا بيحاول يدرب ايمي، وكان الصغير ما بيحبش القتال وبيخاف. وبنروح عند الستات، وكانوا كل دول مراتات جاه، وكانوا زعلانين وبيتكلموا ان جاه بيحب الجاريه النوبيه. وبنعرف ان ايمي كان بيحب واحده اسمها اجبونين بنت الامير ابيدرون، وكان بيبعت لها هدايا، وبتوصل لها الهدايا وكانت مبسوطه بيها، وكانت هي كمان بتحبه. وبيجي اليوم اللي ايمي المفروض يبقى محارب، وبيبعت ابوه على دومي عند اخوه عشان يتعلم القتال ويتدرب هناك. وبيفهموا ابوه ان هو واخواته سند لبعض، وزي ما احنا عارفين كان ايمي قلبه ضعيف وما بيحبش الحرب. وبيروح ايمي عشان يودع اجبونين، وبيسلم عليها وبيقول لها ان هو مش هيتاخر عليها وهيرجع على طول. وبيديها الاسوره بتاعت امه هديه. وبنروح عند مجلس الحكم، وكان قرر جن هو يعين ملك جديد من العيله الحاكمه، وبيصدر اوامر قبل ما يتوج الملك لازم كل الولاة اللي في المملكه يدوله هو الضرايب.
وان هو بعد ما ياخد نصيبه هيبعت الباقي على قصر الملك. وبيقبل الملك طبعا وما كانش قدامه حل تاني، وبيفرض جه شروط تانية خاصة بالضرايب والغنايم، وبيعين اخته رئيسة للسوق. وبنروح القرية وكانوا مراتات جا بيجلدوا زينب وكانوا بيقولوا عليها ساحرة، وبيوصل جو بينقذها من ايديهم وبيقول لهم ان زينب خلاص بقت مراته ومحدش يقرب منها. وبيدخلوا الأوضة وبتسأله لو كان بيتكلم جد عن موضوع الجواز، وبيقول لها ان هو كان بيقول كده عشان ينقذها من ايديهم. وبتقوله ان هو انقذها وانها عايزة تعيش معاه هنا، وانها خلاص حبته وهتديله قلبها. وبيفرح جا وبيرضى عليها وبيتجوزها. وبعد كده السلطة عامت جا وبقى بيطلب حاجات محرمة في عرفهم، وهو انه بيبعت يجيب الملك عنده بدل ما هو اللي يروح له، وبيقول للملك يركع ويسجد له. وبيرفض الملك وبيقول ان كده حرام وان هو الملك ومش ممكن يعمل كده، وبيسيب جو وبيمشي. وتاني يوم بالليل والتعبان بيخلص على الملك، وبيتولى الملك الجديد بعده العرش وكان رافض الحكم. وبيوصل ايمي على دومي عند اخوه اولى، وبعد ما رحب بيه على طول بينزله عشان يتدرب على القتال ويبقى محارب. وفي نفس الوقت ده كان جاء اي ملك ما بيمشيش على كلامه كان بيعامله وحش وبعدين يخلص عليه. وبيتنصب ملك جديد، لكن الملك ده استعان بالعرافين عشان يعملوا له سحر يحميه من جاه، وكان جايب 3 سحرة اقوياء. وكان لسه ايمي بيبعت الهدايا لاجبونين، وبعد ما بيكمل تدريبه بيبقى محارب قوي، لكنه كان رحيم وما بيرضاش يقتل البنت. وبيقول له اولى ان هو كده عمره ما هيبقى محارب. وبنروح عند اخو جاو وكان على طول شارب، وبيشوف اجبونين وقالوا له انها بنت الامير، وبيروح عليها وبيشدها وبيحاول يتهجم عليها، وبتضربه اجبونين بالسلاح وبتجري. وبيروح الامير عند جاو وبيحكي له على اللي حصل، وبيتاسف له وبيقول له ان اخوه غلطان وان اجبونين عندها حق وان هو هيعاقبه. ولما بيمشي الامير بيضربه جاو وبيطرده، وبيروح عليه اخوه التاني وبيقول له ان هو عنده فكره وان هو يجوزه اجبونين وبكده يبقى الموضوع اتحل. وبعد فتره صغيره وبيرجع ايمي على القريه وبيروح عند ابوه، وكان ابوه فرحان ان هو بقى محارب، وبيسال اونا عن الزينه والفرح، وبيقول جن هو فرح عمه على اجبونين. وبيتصدم ايمي وما كانش مصدق، وبيعملوا الفرح وكانت اجبونين حزينه. وبيقول الملك ان بالمناسبه دي بدل الرقص يعملوا مبارزه احسن، وبيقول اولى تمام وان هو اللي هيحارب. وبيقول الملك لا وان ايمي لسه راجع من التدريب وان هو اللي هيحارب. وبينزل ايمي وما كانوش اخواته موافقين، وبيظهر المحارب القوي ايدي وبيقول ان هو هينتقم لموت ملك النوبه. وبيبدا القتال وكان طبعا قوي جدا وبيضرب ايمي، لكن ايمي بيجرحه وما بيكونش سهل، وبيهجم عليه تاني وبيجرحه تاني، وبيتنرفز وبيضرب ايمي جامد، وبيضرب ايمي برضه وما كانش مستسلم، وبيروح عليه وكان هيضربه بالسيف، وبيتدخل اخوه وبيطعنه وبيضربه المحارب وبيخلص عليه وبيموتوا هما الاتنين. وبيروح جاي على اوضته وكان منهار، وبيقول ان ابنه مات قدام عينه، وبيتوعد ان هو هيقتل الملك زي اللي قبله. وبيروح المشعوذ عند ايمي وبيديله مخدر عشان ما يحسش بآلام الجروح. وبعد كده بيروح عند جاو وكان عايز يقتل الملك، وبيشرح له المشعوذ ان الملك معاه عرافين اقوياء وانه محصن بتعاويذ كتير ومنهم تعويذة الانتقام، والتعويذة دي ان لو حد هجم عليه هيترد الهجوم على اللي بيهجم. وتاني يوم في مجلس الحكم وقال الحكيم لجن الملك ادى اوامر للمجلس، وهي انه هيضاعف الضرايب على الاقاليم، وانه اصدر مرسوم باقالة كل اولاده من الحكم. وبيقول جلأ وان هو الباشورون، وبيتقلب عليه كل افراد المجلس وبيقولوا انهم مع قرارات الملك. وتاني يوم الصبح وكان المشعوذ لقى حل، وقال لجن هو يردد التعويذة قبل اي حاجة. ولما بيدخل الليل بيظهر جاو وكان بيردد تعويذة الموت، وبيضرب السهم الناري وبيجي السهم في الملك وبالفعل بيموت. وبيصحى جا مفزوع من النوم وبيجيله خبر موت الملك، وبيقول انهم كده عايزين ملك جديد. وبيتعب جا فجأة وما كانش عارف يحرك ايده او رجله، وبتقول زينب ان ده سحر وتعويذ. وبيروح عنده المشعوذ وبيحاول معاه، لكنه برضه ما كانش قادر يتحرك. وبيتشالوا وبيودوه على المجلس، وبيعين قريبه الامير ابيدون ابو اجبونين ملك، وده كان امر محرم وما حصلش قبل كده. والاول مره بيسيب جا الملك يحكم من غير تدخل، وبيحكم الملك بالعدل والحكمه. وبعد كام شهر بترجع اجبونين وطفلها على القريه، وكان جوزها اخو جا مات. وبيقابل ايمي اجبونين وبيقول لها ان هو لسه بيحبها وانه اكيد هيتجوزها، وبتوافق وبتبقى سعيده. وبيروحوا عند جا وكان بيواسي اجبونين وبيقول انها مش هتفضل ارمله، وبتفرح ايمي لكن جا بيصدمهم وبيقول انها هتبقى مراته هو، وكان الكل مصدوم ومش مصدق. وبتتنرفز عليه كبيرة الزوجات وبتشتمه، وبيصمم جه على كلامه وبيسيب ايمي القرية وبيهرب بعيد. ولما بيدخل الليل كانت زينب قلبة عليه ومش عايزة تكلمه ولا تساعده، وبتسيبه يقع على الارض وكانت فرحانة فيه. وكان المشعوذ شغال تعويذ وبينجح السحر بتاعه، وبيروح عند جا وبيصحيه وبيقول له ان هو لقى الحل بس التضحية هتبقى كبيرة. وبيوافق جا وبيقول له ينفذ في الحال. ولما بيطلع الصبح بيلاقوا جثة اجبونين وكانت مقتولة، وبيعرف الملك الخبر وكان هيموت على بنته. وبتقابل زينب المشعوذ وبتتف عليه، وبيعرف ايمي الخبر وبيرجع على القريه. ولما دخل الليل بيروح على المشعوذ وبيخدره، وبياخده على مكان مهجور وبيقول له ان هو اللي ضحى باجبونين.
وبيروح الملك عند قائد جيش جال قائد ارو، وده اللي كان جه مدالوش منصب بعد الحرب، وبيطلب القائد يبقى معاه عشان يقضوا على جاه لان هو اللي قتل بنته الوحيده. وبيقول له القائد عشان ينهوا عليه للابد لازم يخلصوا على نسله كله وما يسيبوش حد، لكنهم برضو اقوياء ومش سهلين. وبيقول له الملك ان هو عارف مين اللي هيساعده من عندهم. وفي نفس الوقت وكان ايمي رابط المشعوذ، وكان بيشرح المشعوذ ان التضحيه كانت بيه لكن هو حولها على اجبونين. وبنرجع عند ارو، وكان بيقول للملك ان لو الخوذه بتاعت اولى اتسرقت منه هيفقد قوته ومش هيقدر يقاوم، وكانوا عارفين ان اولى اكبر عقبه في طريقهم. وعند المشعوذ وبيطعنوا ايمي اكتر من طعنه وبيخلص عليه، وبيقول له انهم يا ريتهم كانوا ضحوا بيه احسن. وتاني يوم وبيوصل خبر موت المشعوذ، وبيفتكر ان الملك هو اللي قتله، وبيأمر جن كل ولاده واخواته يرجعوا على القريه. وبالليل وبيروح ايمي عند ابوه بيتهجم عليه وبيضربه، وبيعرفوا ان هو اللي موت المشعوذ. وبيوصل الحراس وبيطلعوا ايمي على بره. وفي نفس اليوم وكانت ليله عيد الاحتفال بارون، وكانوا عاملين احتفال وفرحانين. وبيظهر اخو جاو وكان بيتسحب، وبيدخل اوضه اولى وبيسرق الخوذه بتاعته، وبيخرج من هناك بسرعه، وكان هو اللي بيساعد الملك. وابتدى المحاربين يدخلوا على القريه ويضربوا حراس جاه، وكان الاحتفال شغال جوه وهم بيكتروا من بره. وبيعرفوا ان فيه هجوم، وبيظهر القائد ارو وبيقول اولى ان الحرب ابتدت وبيشتبكوا فعلا. والكل جوه كان استعد، وبيدخلوا عند الستات والاولاد وابتدوا يموتوا فيهم. وبيروح اولى عشان يجيب الخوذه بتاعته بس ما بيلاقيهاش، وبيطلع وبيحارب، وكان ارو محاربينه متفوقين وكانوا قتلوا اكتر الستات والكبار. وبيشتبك اولى مع ارو، وكانت مبارزه قويه، وكان المحاربين ما بيرحموش حد وناويين يخلصوا عليهم كلهم. وبيوقع اولى ارو وكان هيخلص عليه، لكنه في لحظه بيطعنوا في رقبته وبيوقعه وبيموت اولى. وبيدخل ارو عند جاه، وكانوا هيموتوا زينب لكنها بتتوسل وبتقول انها جاريه وملهاش دعوه بجاه. وبيضربوا ارو وبيهينوا. وفي نفس الوقت كان ايمي بيهرب، ولما طلع النهار كان اخد سهم، وبيلاقوا 2 حراس وبيعالجوه بيقعدوه معاهم. وبيسأل عن اللي حصل لابوه، وقالوا له ان الملك اعتقله، وانه كان بيتوسل عشان ما يموتش، وان الملك اخد ابن بنته اجبونين عشان يربيه، وان اخوه اخد منصب سياسي، وان الملك قلع على جاه شرير ومتوحش، وبيغدروا باخوه بعد ما ساعدهم وقتلوه عشان ما يفضلش اي حد من سلالة جاه. وبيصدر الملك حكم انه يموت محروق عشان يبقى عبرة للطغاة، وبياخدوه كان اخوه الاخير معاه، وبينفذوا الحكم فيهم فعلا. وكانت الناس واقفة بتتفرج وكانوا فرحانين في جاه. وبنروح عند ايمي، وكان الناس اللي هو عندهم قرروا يخبوا حقيقته، وبيغيروا اسمه وبيعيش باقي حياته باسم جديد. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.